اكيد انا مش هجيلكوا وايدي فاضيه، لا القهوه دي بتاعتي عادي. النهارده هنتكلم على واحده من اعظم الفروق بين الرجاله والستات، ومن وجهه نظري هي اخطرهم حرفيا. في الحلقه الاولى اتكلمنا على طبيعه الحياه على كوكب الزهره وعلى كوكب المريخ، يعني طبيعه الستات وطبيعه الرجاله قبل ما يتقابلوا ويجوا الارض، وعرفنا اول اختلاف بين الستات والرجاله، وهو ببساطه ان الست لما بتكون متضايقه بتبقى عاوزه تحكي وعاوزه تتكلم وعاوزه تفضفض عن مشاكلها من غير ما الراجل يقاطعها ويلبس طاقية الخبير، لانه ده بيحسسها ان هو مش بيحبها ولا حاسس بيها ولا سامعها اصلا ولا فاهمها. والراجل عاوز الست تقبله كده زي ما هو من غير تقديم نصايح، لان ده بيوصله كأنه انتقاد وكأنه هو عنده مشكلة ولازم تتصلح، وانها مش واثقة فيه وانها مش بتحبه وحاجات تانية كتير. النهاردة بقى هنركز اكتر على طريقة تعاملهم مع الضيق والمشاكل اللي بيقابلوها، ومع اختلاف طبعا الحياة على الارض عن الكوكبين اللي هم جايين منهم. تعالوا نشوف هيحصل ايه. ولو انت اول مرة تشوفني، انا ميرنا انور، وانت هنا في برنامج راديو لشرح وتلخيص الكتب. والنهاردة الحلقة التانية من شرح كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة لجون جراي. احمد زيه زي اي راجل رجع البيت بعد يوم شغل مليان بالمشاكل اللي ما اتحلتش. طبعا كان عاوز بقى يرتاح وينسى مشاكله، فطبعا راح قاعد على الكنبه وشغل التلفزيون وقعد يتفرج على ماتش. عادي، الراجل عايز يرتاح، عادي حقه، عايز يرتاح في بيته. المهم بقى ان لسوء الحظ رجعت مين؟ رجعت منى، اللي برضو يومها كان مليان بالمشاكل اللي ما اتحلتش. وطبعا زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت، وخليني اقولها لك تاني عشان لو ما شفتهاش، بس هسيب لك برضو اللينك بتاعها في الديسكريبشن عشان ترجع تشوفها، ان هي هترتاح لما تحكي وتتكلم عن مشاكلها. وهنا بقى تحصل ملحمه تاريخيه، كارثه بكل ما تحمله الكلمه من معنى، والحياه بينهم تسوق بالتدريج بين واحد عاوز يسكت وواحده عاوزه تتكلم. ومخبيش عليكم بقى، احنا لو قرينا افكار كل واحد فيهم، تخيل انت لو قريتي افكار جوزك في الوقت ده وانت قريت افكار مراتك في الوقت ده، هتحصل مصيبه بجد. لا بقى احنا مش هنقضيها ضحك، دي بقى يا نهار طلاق. هنلاقي احمد بيقول في سره: يا ربي يا ربي، فظيعه، رغايه جدا جدا، راسي هتنفجر، خلاص مش قادر، عاوز اقعد ساكت شويه، اقفلي بقك. ومنى هتقول: هو بيتجاهلني كده ليه ومش عاوز يتكلم معايا؟ ماله ده؟ هو يطول؟ وخليني اقولك ان بنسبة كبيرة المشكلة دي موجودة في اغلب العلاقات وفي اغلب البيوت، مش مشكلة احمد ومنى بس. والحلو فيها انه حلها بسيط جدا، وهو فهم طبيعة الطرف الاخر، وفهم ازاي كل واحد فينا بيتعامل مع الضيق وايه اللي بيريحه. لان من غير ما احمد يفهم طبيعة الست الزهرة وان هي بترتاح في الكلام والفضفضة، هيقول عليها رغاية ونكدية. وللأسف ده بنسمعه كتير في مجتمعنا، لدرجة ان هو بقى مادة للسخرية وصفة اشتهرت بيها الستات. وبرضه من غير ما منى تفهم ان احمد كان مشغل التلفزيون وقاعد قصاده سرحان، اصلا ممكن يكون مش مركز معاه، علشان هو دلوقتي في الكهف بيدور على حل لمشكلته ومش هيقدر يخرج غير لما يتحسن شوية. هتحس ان هو اناني وبيتجاهل زعلها ومش مهتم بمشاكلها. ده كمان ممكن تفضل تحاول معاه علشان يتكلم معاها وهو مش عاوز، مش قادر. وطبعا هنا هيوصفها بالصفة الثالثة اللي هي اكيد انتوا عرفتوها: زنانة. يعني رغاية ونكدية وزنانة، يا نهار اسود. لا، ما احنا مش هنسكت ابدا على الصفات دي. تعالوا بقى يا ستات نروح بقى نقتحم خصوصيتهم ونروح المريخ ونشوف كانوا بيتعاملوا ازاي وقت الضيق عشان نفهم. ايه ده؟ شايفين اللي انا شايفاه؟ ايه ايه ايه؟ هقول لكم، حاضر هقول لكم. بصي يا ستي، انا شفت ايه؟ شفت خير، اللهم اجعله خير. الرجاله على كوكب المريخ لما بيكونوا متضايقين بيقعدوا في مكان كده زي الكهف، ساكتين خالص، مش بيتكلموا ولا بيقولوا لحد هم متضايقين من ايه، علشان ما يتقلش على حد، وعلشان واثق ان هو هيعرف يحل مشكلته بنفسه، بس ممكن يتكلم لو احتاج حل. غير كده بيقعد ساكت خالص في الكهف بتاعه. والرجاله التانيين اللي حواليه طبعا عارفين انه بما انه دخل الكهف فهو في حاجه مضايقاه، وبيسيبوه براحته خالص، طالما ما طلبش مساعدتهم يبقى هو مش محتاجهم. فمحدش بينادي على حد ولا حد بيكلم حد ولا حد بيقتحم خصوصيه حد، من الاخر كده محدش بيعبر حد. وبالمناسبه بقى، الكهف على الارض ما بقاش كهف، يعني احنا اتحضرنا بقى واتطورنا عن الحاجات دي. بقى ايه؟ بقى كنبه قاعد عليها بيتفرج على التلفزيون مثلا، بقى بلاي ستيشن قاعد بيلعبه كده وهو اصلا دماغه في حته تانية مثلا، بقى اوضه وقاعد باصص فيها للسقف ما بينطقش ولا كلمه، او حتى موبايل بيلعب عليه جيمز. كله كوم، وحوار الاوضه ده كوم تاني. تحس الراجل هو قاعد في الاوضه كده باصص للسقف، متعرفيش بقى ملبوس،
بيفكر في واحدة تانية. هما بيبقى شكلهم غريب، انا معاكي، بس خلاص عرفنا اللي فيها. المهم ان هي حاجة بديلة للكهف ايا كانت هي ايه، بس بيفضل قاعد جواها ساكت خالص وما يخرجش غير لما يتحسن او يلاقي حل لمشكلته او يشحن طاقته. ممكن بقى مع التطور بقى ما بقاش كهف، بقى ايه؟ يقولك انا في الناسنج روم، انا في الامتي بوكس بتاعي، ايا كانت المسميات هو كهف. فطبعا ولغاية لما يحصل كل الحاجات دي بيدور على اي حاجة يعملها تسليه جوه بقى. وطبعا سامعاكي يلي بتقولي طب ما ينسى معايا، هو انا اللي وحشه يعني والتلفزيون هو اللي حلو؟ استني بس هقولك. الفكره كلها ان الراجل وهو في الكهف بيبقى مركز جدا ان هو يلاقي حل لمشكلته، او ان هو يتحسن، او ان هو يشحن طاقته زي ما قلنا، بدرجة بتخليه يفقد الوعي بكل شيء حواليه بصورة مؤقتة. هو جسديا رجع من الشغل، لكن الواقع غير كده خالص. الواقع ان 95% من دماغه بتفكر في حل، وال5% التانية هي اللي متاحة، فهيستخدمهم في حاجات محتاجة تركيز قليل جدا جدا منه، زي بقى ما قلنا التلفزيون بقى والجيمز والحاجات دي كلها. لكن انتي وزي برضو ما قلنا في الحلقة الاولى محتاجة يستمع ليكي ويديكي الاهتمام الكامل اللي انتي ومما لا شك فيه تستحقيه. ال5% دي مش قيمتك. وخلينا اقولك ان بالنسبة لاغلب الرجالة فالفوز في الماتش مثلا ما هوش فوز عادي. بمعنى ايه؟ بيخليهم يحسوا كده بحالة من التحرر والحرية على مستوى اللاواعي، طبعا من التوتر اللي ممكن يكون بيقابله في شغله وفي حياته. في بينهم لينك كده غير مباشر ما تعرفيش سببه ايه، نفس اللينك اللي بيننا وبين الشوبينج. طيب دلوقتي بعد ما فهمتي ايه موضوع الكهف ده وليه بيدخلوا وايه سر هدوءه المفاجئ اللي هو الحمد لله طلع ليه سبب تاني خالص غير ان هو بيخونك او بيفكر في واحدة تانية، لازم هنا بقى تعرفي انه ما ينفعش ابدا تخلي الراجل يتكلم قبل ما يكون هو مستعد لده. وما تحاوليش تطلعيه من كهفه ابدا ولا تيجي جنبه، لانك لو حاولتي هتتحرقي من التنين اللي بيحرس الكهف. وتعالى اقولك حقايق من على لسان رجاله من اللي كانوا بيحضروا محاضرات جون جراي اللي هو كاتب الكتاب اللي معانا النهارده، ان في علاقه طرديه بين كل ما حاولتي تكلمي الراجل وتخرجيه من كهفه وبين مده وجوده جوه الكهف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل ما حاولتي تكلمي الراجل او كل ما حاولتي تخرجيه من كهفه كل ما زادت مده وجوده جوه الكهف اكتر. يعني انتي بتحاولي تطلعيه وهو ده السبب الاكبر اللي بيخليه قاعد جوه وقت اطول. وفي رجاله كتير قالت انه بيبقى من الصعب جدا خروجه من الكهف طول ما هو عارف ان شريكته قاعده بره متضايقه بسبب وجوده في الكهف، لان هو عارف ان هو لو خرج هيتخانق، فلو انا هفضل بقى جوه وخلاص بقى مش ناقصه نكد مش خارج. وهنا برضو لازم الرجاله يعرفوا ويقدروا انه بيبقى صعب جدا 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 على مراتك او خطيبتك او حتى مامتك او اختك ان هم يسكتوا في الوقت اللي شايفينك فيه قاعد جوه الكهف ومتضايق. ليه بقى؟ تعالى اقول لك انا ليه. لان من القواعد الذهبيه على كوكب الزهره عدم التخلي عن صديقة في وقت ضيق، فبالتالي بيبقى صعب جدا عليها تتخلى عنك في وقت ضيقك، فبتعوز تدخل الكهف وتساعدك. ودايما بتفترض بالغلط طبعا ان هي لو سألتك اسئلة زي مالك، في ايه، حصل ايه، طمني عليك، احكي لي يمكن اساعدك، ان انت كده هتتحسن زي ما بتعمل مع صاحبتها. بس خلاص دلوقتي عرفنا وفهمنا ان ده بيضايقك وبيجيب نتيجة عكسية. بس ده ما يمنعش ان انت برضو تكون متعاطف معاها وتقدر قلقها وخوفها عليك. وعموما الافضل ليك وليها وليا والناهد والكلنا والاي اتنين مرتبطين بعد ما عرفنا النقطة دي ان في بداية اي ارتباط الراجل يتأكد ان الست اللي معاه فعلا عارفة حوار الكهف ده ولا اصلا مش عارفاه، وما تفترضش بالغلط ان احنا بنكون عارفينه، لان احنا فعلا ما بنكونش عارفين عنه اي حاجة. فمن البداية كده رسيها على الحوار وعرفها ايه الكهف ده وعرفها مواصفات الكهف بتاعك وامتى بتدخله وامتى بتخرج منه، في المتوسط كده بتقضي فيه قد ايه وقت، وبتحب الحياة حواليك بتبقى عاملة ازاي في الوقت ده. في رجالة بتبقى قاعدة في الكهف على الكنبة قدام التلفزيون، بس في رجالة بتبقى قاعدة في أوضة لوحدها ولو حد حرفيا فتح الأوضة خلاص كده. وبعد ما عرفتها وعرفت الكهف وحكايته يفضل برضو قبل دخولك الكهف تعرفها وتطمنها ان انت خارج. الستات دايما بتحتاج حد يطمنها. وطبعا ما بقتش محتاجة اقولك ان بمجرد معرفتي ان هو جوه الكهف تسيبيه خالص وبلاش اي اسئلة، وبرضو متقعديش على باب الكهف مستنية خروجه، وما تقلقيش هو راجع هيروح فين يعني. وعارفه احسن حاجه في الوقت ده تعملي حاجه تخليكي انت كمان مبسوطه، مثلا كلمي صاحبتك، اقري كتاب، العبي رياضه، اتفرجي على فيديو، ولا اقولك تعالي نعمل حاجه احنا كلنا بنحبها، اعملي شوبينج. وهو ما تقلقيش اول ما يعرف ان انت نازله تعملي شوبينج هيخرج جري من الكهف عشان هيخاف على فلوسه، ومنه نبقى طلعناه من غير ما نكون ضغطنا عليه. خطه في منتهى الذكاء.
المهم بجد وفي كل الاحوال ما ينفعش يكون الراجل هو مصدر الاشباع الرئيسي بالنسبه ليكي، لان ده وبعيدا عن حوار الكهف بيجيب مشاكل كتير جدا في العلاقات. تعالوا بقى ننهي الحوار ده واقول لكم على سر. من خلال ندوات جون جراي والمحاضرات اللي كان بيقدمها، في رجاله طبعا بعد ما فهموا طبيعه الست حوالين موضوع وجودهم جوه الكهف اكتشفوا اكتشاف جامد، وهي ان انت لما بتسمع لزهره وهي بتحكي ساعدهم فعلا على الخروج من الكهف زي بالظبط البلاي ستيشن. وطلع الموضوع ممتع جدا، خصوصا لما الست اللي معاهم حسستهم بقيمه اللي هم عملوه وقد ايه ارتاحت بالكلام معاهم، لان ده برضه حسسه باشباع على مستوى اللاواعي. بس طبعا يا زهره ده مش دايما وحسب حجم المشكله اللي عنده، وبتختلف من راجل لراجل. في النهايه خليني اقول لكم ان الاختلاف لا يفسد للحب قضيه. واوعوا تنسوا لو استفدتوا فعلا من الفيديو، وده اللي انا بتمناه فعلا، تدعموني وتعملوا شير للفيديو عشان تساعدوني اوصل المحتوى بتاعي لاكبر عدد من الناس، وطبعا لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجايه كلها اول ما تنزل.